تعيش الواحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي على وقع شريط فيديو يدعو إلى إنشاء منظمة أمنية في منطقة القبائل، ويطالب صاحب الفيديو بتجنيد الشباب للالتحاق بتلك المنظمة، على أن تحل تلك المنظمة محل القوات الأمنية الاستعمارية. يقصد هنا بالاستعمارية قوات الأمن الجزائرية بحد ذاتها. الشخص وراء هذا الفيديو هو فرحات هني، معارض جزائري أمازيغي ومؤسس ما يعرف بالحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل. لنستمع إلى ما قاله. أدعو الشعب القبائلي بأن يقبل باقتناع بتأسيس منظمة أمنية من أجل ضمان أمن منطقة القبائل. لماذا أطلب هذا؟ لأن أبناءنا يواصلون الذهاب لمدارس العزلة والتهميش، ثم يعتدى على شبابنا كل مرة يخرجون للتظاهر من أجل حقوقهم. بالنسبة للذين لا يعرفون منطقة القبائل التي يريد فرحات مهني استقلالها وتكوين جمهورية مستقلة فيها، فهي هذه المنطقة التي نراها هنا في الخريطة. تضم ولايتي تيزي وزو وبجاية في الجزائر، والتي تسمى أيضا بمنطقة القبائل الكبرى، وولاية بجاية والقبائل الصغرى. المنطقة تقع شرق الجزائر العاصمة على بعد 100 كيلومتر تقريبا عن العاصمة الجزائرية. حركة ماك وضعت لنفسها هذا العلم باللون الأصفر والأزرق، والحرف الأمازيغي موجود فيها أيضا، بالإضافة إلى غصن الزيتون الذي ترونه في مناطق الذي تعرف بها مناطق شمال الجزائر. أما هنا فتخذت الحركة نفسها هذا الرمز بالألوان الأمازيغية وخريطة منطقة القبائل. الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل تعرف اختصارا باسم ماك. فرحات مهني هذا الرجل هو رئيسها، كما نرى في وثائقها هنا لها رئيس وزراء هو الحسن زياني، و5 وزراء للثقافة والتنمية والتضامن والأمن، لكن ليس من بينهم وزير الدفاع. يقدم مهني نفسه في صورة رئيس الدولة، وقال سابقا إنه ليس جزائريا بل قبائلي وفقط، وذهب أبعد من ذلك عندما تقدم بطلب رسمي للأمم المتحدة للاعتراف بجمهورية القبائل. فرحات مهني ممنوع من دخول الجزائر ومطلوب العدالة، لكن له بعض الأنصار ويرفعون علم الحركة في مظاهرات منطقة القبائل كما يظهر في هذه المظاهرة المأخوذة من الأرشيف. فالحقيقة أنه يوجد تداخل بين العلم التقليدي الأمريكي